في عالم التداول في نماذج بتخدع السوق. في نموذج واحد بيخدع الكل وهو نموذج الكلاب. النموذج اللي لو فهمته صح ممكن تدخل السوق في النقطة اللي الكل بيهرب منها ويخاف منها وتخرج كمان كسبان. الفيديو ده هشرح لك كل حاجة عن نموذج الكلاب من أول فكرته لحد كيفية رسمه وتطبيقه على الشرط عشان تطلع منه محترف مش بس حافظ شكل وأرقام. نموذج الكلاب هو واحد من أدق وأقوى النماذج في مدرسة الهارمونيك واللي اكتشفه سكوت كارني. الفكرة ببساطة إن السعر بيتحرك في شكل 5 موجات، لكن الموجة الأخيرة بتكون امتداد كبير جدا توهم المتداولين الاتجاه مستمر، ولكن في الحقيقة هي بداية لانعكاس. الموجات هي XA والAB والBC والCD، والنقطة دي هي هدفنا الذهبي. السر في نموذج الكلاب هو النسب، إنها بتخليه مختلف عن باقي النماذج. وأول تصحيح معانا وهو تصحيح الموجة B بتبقى فرنج ال 38 لحد ال 61 من XA. فتعال نشوفها على الشرط. ادي عندنا موجة XA وعايزين نجيب تصحيح البي، فهنا البي صحح عندي عند مستويات 50 وقرب 61.8، وده مشابه جدا لنموذج الجوركي، بس الفرق في تصحيح نقطة FC. فركز كويس مع النموذج ده، هنا قرب مستويات 50. طب كده جبنا تصحيح البي، عايزين نجيب السي عندي من 38 ل 50. ادي السي هنا عند مستويات 50، وده اللي يختلف عن نموذج الجارتي لان كانت البي عندها عند 61.8 او الاجريسيف سي سيل عند 78.6، ففرق كويس جدا. خلاص جبت البي وجبت السي، عايز اجيب نقطه الدي وهي البوتنشال ريفرسال زون بتاعتي، وهي اصعب نقطه في النموذج، وهي بتبقى ال 161.8 من الاكس اي. شايفين الامتداد الكبير اللي طلعوا لسعر ساعتها؟ ادي 161.8 بتاعت الشكل. شايف هنا الامتداد الكبيرة خدع السوق كله، وكل السوق كان فاكر ان هو مكمل مع الشكل. طيب عايزين نجيب اهداف الشكل، هنرسم من السي للدي، وزي ما احنا متعودين اول هدف عند مستوى 23.6 يليه 38.2، وهكذا لحد ما يخرجني السوق باكبر قدر ممكن من الربح. طيب لو عايز احدد الستوب لوس بتاع الشكل، هرسم من الاكس اي واحط الستوب لوس بتاعي عند مستوى ال 200. فتعالى نضيف مستوى ال 200 على الفيبوناتشي ليفلز، نعمل اد هنا 2 وهنا ال 200. الستوب لوس بتاعي هيبقى اعلى مستوى ال 200 بشويه، وكده حددنا الستوب والاهداف بتاعه الشكل. نموذج الكلاب مش مجرد شكل هندسي، ده اداه بتكشف عمليه السوق في اللحظه اللي الكل بيغلط فيها. افهم النموذج، اتدرب عليه، ومع الوقت هتبتدي تشوف السوق بعين تانيه تماما، مع العلم ان ده من النماذج اللي مش بتتكرر كتير في السوق. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناه عشان الجاي اقوى بكتير. وافتكر دايما مش المهم انك تدخل صفقه، المهم انك تدخل الصفقه الصح.